على الفحم، منه في سيلفر ومنه في شبكة مباشرة. اللي في سيلفر ده متنضف من الظهر ومن البطن ومن جميع الاتجاهات ومتبل حوالي لك شكله دلوقتي. وده السنجاري اللي بيتعمل على شبكة، الاتنين جمعتهم مع بعض. اللي في سيلفر ده اهو بيتعمل في صاج هنا في الفرن، في شوية مية هم، وبنحط اللي في السيلفر ده هنا وبندخله الفرن ونولع فوق وتحت. تمام. اما انا عامله هنا مع الفحم. الشيف رضا شعبان فودة، قناتنا الحلوه المفضله، بنقدم ليكم حاجات حلوه والاول مره بتشوفوها. ركز معايا كده عشان تعرف كل جديد. سويت السمك كله على الفحم عشان خاطر انا معايا فحم، وشرحت لكم ازاي تعملوها على البوتاجاز اهو. اللي المفروض يتعمل على البوتاجاز اهو، شايفين؟ الله الله على الحلاوه والله على الروعه. شوف بص بص بيطلع سهل ازاي اهو اهو، شايفين؟ انا عايز بقى، بحب اللون ده في الخلطه قوي اهو. يا عيني على الحلاوه. تعالوا نطلع التانيين كده، بص كده بيطلع بسهوله اهو معايا. عايز اجيب حاجه كده اسند بيها اهو، بس بالله عليكم عايز دعم بلايك كده. حبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فوده محتاج دعمكم، بالله عليكم بلايك، تعليق حلو اهو. شوف السمكه ماسكه حيلها ازاي اهو. ليه؟ لان اللي سويتها كويس. من هنا تعالى كده، هات لي الكاميرا هنا. لا لا لا، انا عايز الظهر، الظهر من اهو. ايوه 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 ايوه، ثواني اضير لكم. بصوا يا جماعه اهي استوت اهي من هنا اهو اهو، واخده وش حلو ازاي. واللي في السيلفر استوت اهي الله على الريحه، ياه. شويه خضره بقى في النهايه اهو. يلا اشتركوا معايا في القناه عشان تشوفوا الحاجات الحلوه ديت يا حبايب قلبي. الله الله، مشوي على الفحم هنا، خلي بالك ده مشوي على الفحم اهو اهو اهو. هقول لكم كل حاجه ان شاء الله باذن الله. لما تشتركوا في القناه هتشوفوا الفيديوهات كلها كامله. لو نزلتوا على القناه هتلاقي الفيديوهات حلوه قوي قوي، خاصه بالسمك وخاصه بحاجات تانية هيعجبكم والله. القناه شرفونا بالاشتراك فيها، وخشوا زورونا كده، وان شاء الله هتبقوا اسره معانا باذن الله. يلا كلنا نذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحط لايك للفيديو، واعرفوا ان الطريقه موجوده. هسيب لكم الفيديو كامل في التعليقات، هيشرح الطريقه من الاول للاخر، ايه هي التتبيله وايه هي الصوص وكل حاجه ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.